لا وان جيت للحق يعني انتوا في التربيه والاخلاق ما عندكمش يا مرحمين. كهربا تعبهم وهيفضل تعبهم، عشان كده طلع علينا كبير فهيمه نادي الزمالك والناقد الرياضي عمرو الدرديري قال الناس فرحانه قوي ان كهربا طلع وقال انا اعتزل ولا انيش اروح العب في نادي الزمالك، رغم انه كان من كام سنه طلعنا لكم فيديو بيقول ان انا مش هلعب في اي نادي غير نادي الزمالك. فالناس اللي بتتكلم على كهربا بقول لكم ادي كهربا واخلاقه، ادي قيم ومبادئ كهربا اللي من نفس تربيه وقيم ومبادئ النادي الاهلي. بص يا استاذ دردر، رغم ان الناس دايما بتقول ان انت ليس على كلامك حرج، بس تعالى ادي لك مثال صغير كده. كهربا اللي بتتكلم عليه ده انتقل لنادي الزمالك عام 2015، يعني بعد تقريبا 6 أو 7 سنين، في حين ان شيكابالا لما نادي الزمالك سمح له ان هو يحترف في عام 2005 بمجرد ما الزمالك دور وشه عنه كده، في 2006 كان راجع لمصر مره ثانيه من بوابه النادي الاهلي. تربيه يعني. اما بقى لو بتتكلم عن القيم والمبادئ، فنادي الاهلي لما جه شيكابالا انه كان وقع للنادي الاهلي وقال للنادي الاهلي معلش يا جماعه عايز ارجع لنادي الزمالك مره ثانيه، ورغم ان هم كانوا يقدروا يوقفوه عن اللعب سنتين على حسب قوانين الفيفا، قالوا له ادي العقد بتاعك اهو اتفضل مع السلامه. في حين ان نادي الزمالك لما كهربا عقده انتهى لاعب قال يشوف حاله، رجعوا وراه مره ثانيه زور وتدليس وتزوير في العقود عشان بس يأذوه. استاذ دردر بلاش انتوا بالذات تتكلموا عن القيم والمبادئ وانتوا النهارده بتستقبلوا بالطبل والمزمار داخل نادي الزمالك رئيس ناديكم الراجع بعد حبس شهر، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. لغايه يا جماعه ما استاذ دردر ربنا يتوب عليه من ان هو دايما يدخل النادي الاهلي في جمله مفيده. اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه التمنيه اللي فيها النهارده مجموعه من الاخبار والاحداث الهامه جدا، لكن في البدايه وكالمعتاد استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. بتشوفونا لاول مره على اليوتيوب اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، بتتابعونا على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للبيج. مكملين مع بعض بعد ما وصلنا رحله ال 200,000 اخ واخت لرحله الربع مليون باذن الله. البرنامج بعد فضل الله بيكبر بيكم وبدعمكم. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، وفاضل 48 ساعه على معركه الموسم يا جماعه. الحقيقه انها حاجه تدعو للفخر والله اللي بتعمله اداره النادي الاهلي في ضمان ان مباراه النادي الاهلي تخرج بافضل صوره تشرف مصر بالتعاون مع الجهات المعنيه والجهات الامنيه. النادي الاهلي نسق مع وزاره النقل والمواصلات مجموعه يمكن اكتر من 15 اتوبيس هيساعدوا على ان هم ينقلوا جماهير النادي الاهلي للاستاد يوم الماتش ان شاء الله. في اخبار عن ان الماتش هيتنظم ب 15 كاميرا هتصور الماتش عشان الماتش يخرج كواجهه لمصر قبل ما يكون فقط للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اجل تمارينه المفروض كان بيعملها قبل الفطار، النهارده التمارين اتعملت بعد الفطار الساعه 9:30، وهقول لكم ليه. اولا مارسيل كولر اطمن النهارده على معظم اللعيبه الحمد لله، لكن اللاعب الوحيد اللي خلص بنسبه 99% مش هيلحق مباراه الهلال هو اللاعب محمود متولي. عشان كده في مفاضله دلوقتي ما بين كل لعيبه خط الدفاع مين هيكون جنب محمد عبد المنعم، يا ترى رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ولا خالد عبد الفتاح؟ ومستني اراكم في التعليقات تقولوا تحبوا تشوفوا مين جنب عبد المنعم في الماتش اللي هيكون مهم جدا في الدفاع قبل الهجوم ده يا جماعه. النهارده التمارين اتاخرت للساعه 9:30 لان دوليين النادي الاهلي على راسهم طبعا بيرسي تاو واللاعب اليو ديانج كانوا في طريق عودتهم، عشان كده مارسيل كولر اصر ان هو ياجل التمارين لغايه بعد الفطار يكونوا اللعيبه وصلوا بالسلامه وعملوا الفحوصات الطبيه عليهم للتاكد من جاهزيتهم ليوم الماتش ان شاء الله. كان عارفين بقى يا جماعه المثل اللي بيقول اللي على راسه بطحه بيحسس عليها؟ تعالوا اقول لكم ايه الحكايه. وقيس فجاه كده يا جماعه ويا سبحان الله هاني ابو ريده اللي ما بيظهرش في الاعلام المصري ومالوش كلمه على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ولا في اي برامج، خرج النهارده بنفس المثل اللي قلناه من شويه ده عشان يرد على مين بقى يا جماعه؟ على احمد حسام ميدو اللي طلع من يومين قال ان اتحاد كره القدم بيدار عن طريق صبيان ابي ريده. وايه النهارده يعني سبحان الله الراجل طالع بينفي عن نفسه ايه الاتهامات دي، اثبتها بالدليل بالكلام اللي هو بيقوله بلسانه. هاني ابو ريده النهارده اتكلم وقال انا مش عارف ليه البعض بيحاول يشوه صورتي وبيتكلم ان انا ضد الانديه المصريه. انا يا جماعه مش ضد اي نادي، بالعكس انا كل نادي عايز حقه من خلال اللوائح والقوانين بحاول ان انا اساعده فيها. مش عارف جماهير النادي الاهلي كرهاني ليه، ده انا ساعدت النادي الاهلي ان هو ياخد مكانه في بطوله كاس العالم للانديه. الراجل اللي بيدلس يا جماعه وعايز ينسب لنفسه حق مش حقه هو ما الفش قوانين من عنده. قوانين الكاف بتقول ان وصيف بطوله دوري ابطال افريقيا هو اللي بيتاهل للبطوله في حال اذا كان بطل البطوله هو من نفس الاتحاد اللي هينظم البطوله. هاني ابو ريده ما بيجبيش على جماهير النادي الاهلي. تضارب تصريحات ابو ريده كان جميل قوي بصراحه يا جماعه، وهو بيقول النهارده انه كان مستغرب جدا اتحاد كره القدم المصري اللي هو بيقدم على طلب استضافه لنهائيات بطوله دوري ابطال افريقيا. غريب جدا انه لما سمع ان الاتحاد مش مقدم طلب للاستضافه كان حاجه عجيبه جدا بالنسبه له، وكان بيستفسر هو ليه النادي الاهلي ما طلبش ان هو ينظم النهائي. وبعد كده كان غريب جدا بالنسبه له ان خطاب اللي بيصل للكاف للاتحاد المصري بيساله عايز تنظم النهائي ولا لا، ان الخطاب ده اختفى. الفضيحه طبعا اللي كلنا تابعناها وللايام اثبتت ان كلام كابتن محمود الخطيب كان كله في المؤتمر الصحفي اللي هو عمله كان كله صحيح بنسبه 100%. عارفين ايه اللي ضحك في الموضوع يا جماعه؟ ان العصابه وقعت في بعض، رئيس العصابه عمال بيرمي اللوم على العصابه والعصابه نفسها اللي هي محميه من رئيس العصابه لغايه دلوقتي لسه موجودين. وبعد الفضيحه الكبيره
الكبيره دي موجودين في مناصبهم ومكملين في الاجنده بتاعتهم عادي خالص. لا، اللي يضحك اكتر الراجل بيقول لك انا ماليش اطماع في رئاسه اتحاد كره القدم المصري، وانا مكتفي بدوري حاليا كمنسق ما بين اتحاد كره القدم المصري والكاف. يعني الراجل اللي هو بيقول لك انا ما اعرفش حاجه بيعترف ان هو حلقه الوصل ما بين الجهتين اصلا. لا، وبيقولوا لك هو اتحاد كره القدم المصريه ما بتعدلش ليه؟ موت يا حمار. بما اننا بنتكلم عن فساد الكره المصريه، فيكفي بس ان انا يا جماعه احط لكم الصوره اللي بتشوفوها دي دلوقتي قبل ما نخش الاخبار صفقات النادي الاهلي، وهي عوده مرتضى منصور النهارده لنادي الزمالك بالطبل والزمر والزفه البلد زي ما انتم شايفين كده، في تحدي واضح لقرار هيئه المفوضين من المحكمه والقضاء الاداري النهارده بتوصيتهم بان مرتضى منصور يعزل عن المنصب بتاعه لحين عمل انتخابات رئاسيه جديده داخل نادي الزمالك. النهارده مرتضى منصور ضرب كل ده في عرض الحائط ورجع النهارده من بوابه المنقذ لنادي الزمالك اللي هيجيب لهم مدير فني عالمي. وزي ما قلت لكم من كام يوم، هي دي الحاجه الجديده اللي بيلمع بيها مرتضى منصور نفسه لجماهير نادي الزمالك بعد ما كانوا بينتقدوه على مدار الفتره اللي فاتت دي. ان كان ده خبر، نروح بقى لاخر شائعات انتقالات النادي الاهلي وانزلوا اضربوا عينيكم من عداد اللايكات. يلا نوصل الحلقه 5-6000 لايك. البرنامج بعد فضل الله بيكبر بيكم وبدعمكم. وخبرين مهمين يا جماعه: خليفه محمد الشناوي القادم في النادي الاهلي قد يكون من نادي الزمالك. امبارح قلت لكم ايه اللي سمع الحلقه واللي سمع يقول لي حصل يا دوله. 2 حراس نادي الزمالك عقودهم هتنتهي في 2024 6/2024، يعني ممكن يوقعوا لاي نادي مجانا بنهايه الموسم الحالي. الاخبار اللي اتفتحت واللي سمعتوها على مدار الساعات اللي فاتت ان محمد صبحي حاليا امير مرتضى منصور بيتحايل عليه عشان يجدد العقد بتاعه بمقابل مادي معين. اللاعب معاصلك في المفاوضات يا جماعه. ليه بقى؟ لان اللاعب دي للمره الثالثه او الرابعه ياخد عهد من امير مرتضى منصور ان الراتب بتاعه هيتظبط زي لعيبه كتيره موجوده داخل الفريق، وده ما يحصلش. محمد صبحي لما اتقطعت اعارته من فاركو ورجع لنادي الزمالك، النادي الاهلي وقتها كان عرض عليه راتب سنوي 7 مليون جنيه. نادي الزمالك قال له بقول لك ايه، تعالى وهندي لك 8 مليون. اللاعب رجع يا جماعه، وفجاه اللاعب بعد مرور شهور من عودته لنادي الزمالك يظل الراتب بتاعه زي ما هو 2 مليون جنيه في السنه. محمد صبحي حاليا فارض على اداره نادي الزمالك يتجددوا لي عقدي ب 12 مليون جنيه في السنه، يا اما مش هجدد دلوقتي. محمد صبحي لا يخفى على احد ان هو كان احد اهداف النادي الاهلي القديم. وحد يقول لي الله، طب ما طالما موقفه نفس موقف عواد ما نتعاقد مع عواد. النادي الاهلي يا جماعه بيبحث عن خليفه مستقبلي. عواد هو كمان 30 وداخل على 31 سنه، في حين ان محمد صبحي 23 سنه. يعني بنتكلم عن حارس دولي، وهو الامتداد الطبيعي لحراسه مرمى منتخب مصر خلال السنوات اللي جايه بعد محمد الشناوي. ايه اللي هيحصل في الملف ده هنتابع وهنشوف، لكن نيجي للمفاجاه بعد ملف فراس بالعربي اللي كلمتكم عنه امبارح. مفاجاه جديده يا جماعه ممكن تخلي دراسه ملف اللاعب بشكل جدي تكون اكبر خلال الايام اللي جايه، وهي ان وكلاء اللاعبين، هو ان زي ما قلت لكم ان عقده هينتهي في 2024، عرضوا على النادي الاهلي التعاقد مع اللاعب ب1 مليون دولار فقط يا جماعه. اللاعب اللي قيمته على ترانسفير ماركت 3.5 مليون دولار ممكن النادي الاهلي يتعاقد معاه باقل من 40% من القيمه بتاعته. اداره النادي الاهلي بتفكر في اللاعب وعرضته على مارسيل كولر كبديل محتمل لقفشه اللي ممكن يرحل بنهايه الموسم، مع التركيز على ان القندوسي يركز اكتر في مركز محور الارتكاز رقم 8 كخليفه لعمرو السوليه. الملف حاليا يا جماعه مفتوح، لكن الرد هيكون فيه بعد المباراه الاهم للنادي الاهلي قدام نادي الهلال السوداني يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. اللي هيحصل وقتها هنتابع مع بعض وهنشوفه. بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله، حلقه ليله المعركه. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.